اللي تشوفوا فيه قدامكم في التصويرة هو الطفل الضحية محمد عزيز باي، عمره 15 سنة وأصيل مدينة منزل تميم من ولاية نابل. الطفل هذا توفى البارح بعد ما تعرض لضربة قاتلة بسكين على مستوى القلب. المصيبة وين؟ إنه اللي قتله عمره 14 سنة، وحسب المعلومات اللي وصلتني تعاركوا على السيجارة. إي نعم، على السيجارة. الجريمة هذه هي الثانية في الوطن القبلي في أقل من أسبوع، الشيء اللي خلى برشا صدمة وغضب في صفوف الأهالي. 15 و14 سنة ايش موصلهم للدخان؟ وصلنا للدرجة هذه، وليدات صغار يتعاركوا على السيجارة. والمصيبة الأكبر كيف تشوف جيل كيف هذا يحوس بسكينة تحت منه. وينهم الوالدين من هذا الكل؟ يا أخي لهالدرجة وليتوا تجيبوا في الصغار وتهملوا؟ يا أخي نورمال ولدك عمره 14 سنة يتكيف وزيد يحوس بسكينة معاه؟ شنو اللي صار في البلاد؟ يا أخي شبينا ولينا هكا؟ يا ولدي راهو أولادكم أمانة، والتربية راهو مش كان ماكلة ولبسة. لازمكم تقربوا من صغاركم، تسمعوهم وتشوفوهم مع شكون يخرجوا وفي شنو يعملوا. راهو اللي قاعد يصير كارثة أتم معنى الكلمة. صغيرات في أعمار قاعدين يتكيفوا ويحوسوا بالسكاكة. ربي إن شاء الله يرحم الطفل محمد عزيز، وربي يصبر أهله وناسه، وإن شاء الله البلاد تخرج من دوامة هالعنف اللي قاعدين نشوفوا فيه كل يوم. فعل قانون الإعدام، توا الصغير والكبير يوليوا يعملوا 1000 حساب لأي جريمة قبل ما يعملوها.